ازاي شمسنا اتولدت؟ وايه علاقة القماش اللي في بيتك بالموضوع ده؟ اسأل الكون يجاوبك آريان. بعد ما المادة اتكونت من الطاقة وبدأ يظهر غاز الهيدروجين، ابتدى الكون واحدة واحدة الغازات اللي فيه تتجمع حوالين بعض بشكل عشوائي، والتجمع ده بيتسمى السديم. وبالمناسبة ده هيبقى اسم بنت المستقبلية ان شاء الله. السديم ده بيتكون بسبب الجاذبية. بس تعالى نركن الموضوع ده لحد ما نفهم يعني ايه جاذبية اصلا. انا عارف انك عارف يعني ايه جاذبية، بس انت ما كنتش فاهمها. تعال نفهمها. بص يا سيدي، الجاذبية ببساطة هي ان الجسم التقيل بيجذب الحاجات الاخف ناحيته. يعني مش لازم يكون اكبر في الحجم، لكن الاهم انه يكون اكبر في الكتلة. مش فاهم برضك؟ تعال نعمل تجربة كده. الكون ده عبارة عن قماشة كبيرة اسمها الزمكان. لو جبت كرة تقيلة وحطيتها على القماشة هتعمل تجويف، ولو حطيت كور خفيفة جنبها هتلاقيهم بيتزحلقوا ناحيتها. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في الفضاء. الكتل الكبيرة بتزحلق الزمكان حواليها، فالحاجات التانية بتقع ناحيتها، وده اللي احنا بنسميه الجاذبية. خلص الفيديو ده وروح جرب التجربة دي بالقماشة والكور وهتفهم كل حاجة. نرجع بقى للموضوع. الغازات اتجمعت وشكلت السدم، وبعدها حصلت موجات جاذبية ضخمة جدا. موجات الجاذبية دي اللي هي نتجت عن الانفجار العظيم اللي احنا اتكلمنا عنه في أول حلقة في سلسلة نشأة الكون. وده خلى السدم تنكمش أكتر وأكتر وتتكون سحب غازية على شكل بيضاوي. الانكماش ده عمل حرارة جامدة جدا، وصلت ل10 مليون درجة تقريبا. مع درجة الحرارة المهولة دي الإلكترونات انفصلت عن الذرات، والغاز اتحول لحاجة اسمها بلازما. طب يعني ايه بلازما؟ البلازما دي يا باشا هي غاز بس سخن جدا جدا، لدرجة ان الروابط بين مكوناته بتتفك، ويبقى سهل جدا ان الذرات تتفاعل مع بعض. من هنا بقى بدأت تتكون النجوم. في قلب النجوم ذرات الهيدروجين بتتحرك بسرعة خرافية، وبيحصل اندماج بين ذرتين هيدروجين وينتج ذرة هيليوم وطاقة ضخمة. العملية دي اسمها ايه يا باشا؟ اسمها الاندماج النووي، وهي اللي بتخلي النجم ينور ويدينا ضوء وحرارة زي شمسنا دلوقتي. والاندماج ده